احنا اتشرفنا بيه. شرفونا. وزي ما بدأنا هل من مزيد. دلوقتي بنحلم ان منتخب عربي يشيل كاس العالم، مش كاس بين سبورتس. مش ما هو ده مثال. ده مثال. عاوزين مين كابتنكم منتخب؟ سايس. احلم بدي. تهانينا فعلا للمنتخب المغربي، هذا امر لا يصدق، انجاز كبير تاريخي وليس بالانجاز العادي. هذا انت الان بين 4 افضل منتخبات في العالم، هذا انجاز كبير حتى الان. ولكن كما قال زميلي ابو تريكه الان، لما لا الحلم بالكاس. اذا وشكرا للمنتخب المغربي كما ذكر محمد، فرح كل العرب وشرف كل العرب وجعل طموح العرب يصل إلى الفوز بكأس العالم وليس فقط تأهل للأدوار متقدمة. مبروك طبعا للشعب المغربي الوصول إلى المباراة النهائية، المغرب إلى النهائي كأس العالم. يا سلام، هذا أحلى وأجمل خبر بصراحة. المغرب إلى نهائي كأس العالم، وليش لا ما تأخذ كأس العالم؟ خذ كأس العالم. فخر واعتزاز وتحية وتقدير للجهاز الفني والإداري في المنتخب مع وهبي واللاعبين بشكل عام كلهم. صراحة المغرب يعدي ويروح، ومش عيب. طموحاتك يا أخي تروح فوق، ليفلك عالي، تروح النهائيات، ما تروح دور ال6 وال16 وال8 نصف النهائي، تروح فوق. كابتن كرامي يعني بفخر المغرب بيمثلنا كلنا وقاعدين فخورين. نعم بفوز صحيح. البرازيل واسبانيا والناس اللي احنا كنا بنقول لو لعبناهم هنخسر كام. دلوقتي المغرب ما بيسميش كاس العالم ان شاء الله. تأهل المغرب ضد فرنسا لأقل من 20 سنة إلى نهائي كأس العالم. لم أتوقع تأهل المغرب، لكنه أصبح المرشح للفوز باللقب. المنتخب المغربي في الدور النهائي لم يكن يتوقع وصولهم إلى الدور النهائي، لكن سنستعد لهم بأفضل طريقة. المنتخب المغربي يطيح بالمنتخب فرنسا مرة أخرى في دورة كبرى، يخرج خالي الوفاض بعد خسارة أمام المغرب. شفنا المنتخب المغربي يأتيك الخطر من أي مكان، ممكن على الرواق الأيمن جاء الحل في الهدف الأول بقذفة من بعيد. المنتخب المغربي حلول لا تنتهي، من كل مكان يأتيك الخطر. المغرب في هذه الآونة آخر ممثل للعرب في كأس العالم، وآخر ممثل للقارة الإفريقية في كأس العالم. كل المغاربة أو منتخب من شمال إفريقيا يفعل هذا الإنجاز لإفريقيا. بقى كان المغرب اللي فعل ذلك واللي حمل لواء الكرة العربية. هذه النقطة الأولى. نكون سعيد وفرحان برشا باش نتبادل معهم الأفكار والآراء ونجم نستفيد منهم زاد. في حلم برشا مسؤولين على الرياضة اليوم عايشين في حلم ولا عايشين في كابوس. فرحه عارمه، فرحه كبيره. في نفس الاطار انا اعطيت ليكزامبل حاضره باعداد غفيره جدا. انا نقول لك على امتداد شهر كامل في المونديال هما من اكثر الجماهير اللي كانوا متواجده صراحه. المنتخب المغربي كان يلعب بالكونتر اتاك. المنتخب المغربي صح كان حاكم يعني في الاستحواذ، كان يشكل خطوره كبيره في 18 متر المنتخب الفرنسي. شفنا هنايا المنتخب المغربي لا 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 خالص يعني. لا 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 اللي بيحصل ده ما يتوصفش بصراحة. اللي هو المغرب بعد ما رابع كاس العالم للكبار فيروحوا الأولمبياد يجيبوا ميدالية، ففي كاس العالم للشباب يصلوا إلى النهائي. اللي هو العالم 195 دولة، في 2 بس هيصلوا للنهائي منهم المغرب. اللي هو كل الأعمار، مفيش حاجة صدفة، في تخطيط في أفريقيا. خد بالك احنا دي دولة من أفريقيا، هي أول دولة في أفريقيا تصل للمرحلة دي. والأحلى بقى إن الناس مش حاسة إن ده إنجاز، مش غيرة، مش مشاكل، مش كلهم واقفين جنب بعض. لا 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 الموضوع مش كده خالص. الموضوع بقى مألوف. أكنك قال لك إيه، أسبانيا وصلت لنهائي كأس العالم للشباب، أوكي ما هم عندهم ناشئين كويسين. أرجنتين وصلت مش عارف إيه، ما واخدة الكوبا وكأس العالم ومش عارف هتعمل إيه. ده بقى حال المغرب، ده بقى حال المغاربة. إن العادي عندهم حارس دايما بيخش في جايزة أفضل حارس في العالم، عندهم ظهير بيخش في أفضل 10 لاعبين في العالم. ده الطبيعي بتاع المغرب. مبروك مبروك لكل المغاربة، تستحقوا كل خير. الدنيا ماشية عندكم في الكورة زي الفل بطريقة بصراحة تخلي الواحد فخور يعني.